بسم الله والابن والروح القدس واحد امين. كل سنه وانتم طيبين. ما عندكوش نهضه الملاك، احنا عندنا نهضه الملاك. ازيكم انتوا؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ كل سنه وانتم طيبين. برضو احنا كنيسه واحده يعني. يوم 12 هاتور هنحتفل بعيد الملاك ميخائيل، ده عيد كبير من عيد الكنيسه العظيمه يعني، فمناسبه حلوه ان احنا نهني بعض عليه. واضح الفيديو الجميل اللي كان بيتعرض دلوقتي اللي هو الاسلحه، فده هيوفر لنا كلام كتير. متشكرين يا دكتور، متشكرين. هيوفر لنا كلام كتير وحاجات كتير قوي في الموضوع بتاعنا. الموضوع بتاعنا بيتكلم عن الحروب الروحيه، موضوع الساعه وكل ساعه. موضوع احنا عايشين نايمين صاحيين في الحروب الروحيه، صح ولا لا؟ حد يرفع ايده يقول لي انا ما بتحاربش، اجي ابوس رجله ده يقول لي بيعمل ايه؟ في حد يقدر يقول لي انا ما بتحاربش؟ فيش. ليها حل. ما احنا هنتكلم دلوقتي يا مريان، هنتكلم. بس في حد ما بيتعرضش للحرب؟ لا، مفيش. طفل صغير، شاب كبير، سن مراهقة، الراجل الكبير المتزوج اللي متخرج حديثا او بقاله مدة، الشيوخ الكبار اللي هم بقى عندهم خبرة، تمام، البنات، الستات، الرجالة، الأطفال، الراهب في البرية، سيدنا الأسقف، سيدنا البطرك، كله بيتحارب، كله بيتحارب. مفيش حد ما بيتحاربش، كلنا بلا استثناء بنتحارب. طب ايه هي مصادر الحرب ديت؟ اول مصدر واخطر مصدر النفس، الشخص نفسه، ودي اللي تسمى الحرب الداخلية. تسمى الحرب الايه؟ ان الانسان من نفسه هو اللي بيحارب نفسه بنفسه، عنده ضعف، عنده شهوة معينة، قلبه فيه حاجة مش مظبوطة، فتبقى الايه؟ الشهوة جاية من جوه. والحرب دي بنسميها احنا الحرب الايه؟ الحرب الداخلية. ودي اصعب حرب، ودي اللي بيبقى علاجها صعب جدا. زي ما قالت مريان كده، الحرب لها حل، بس في انا عيان في دواء باخد كبسولتين كده نوفالجين، تمام، بصحى الصبح اشرب كوبايه شاي والدنيا مشيت وعدت. وفي بيدعمكم دواء تاني بيقعد شهور واحيانا سنين. ففي حرب تبقى بسيطه وبنعمه ربنا يستطيع المؤمن انه يتغلب عليها، وفي حرب تاني ممكن تستمر سنين وسنوات. تسمعوا عن القديس الانبا موسى الاسود، حياته كانت عامله ازاي؟ هل تفتكروا اول ما خد قرار وقال انا هبقى بقى انسان جميل وابقى مؤمن واتعمد وهبقى اعيش مع ربنا واترهبن، تفتكروا الشيطان سابه؟ فضل سنين وسنين. انبا موسى الاسود اللي هو بقى ايه؟ كلنا حاطينه موديل كده في التوبه. سنين وسنين يتحارب، ويجي يا عيني يصلي بالليل في الآية بتاعته بالدموع، والشيطان مش سايبه. يجري على آلات الأنبا إيسيزوروس المعلم بتاعه، الحقني مش عارف انام، انا تعبان. قول له معلش روح صلي وقول مزامير ونام. يجي له كمان ساعة تاني مش قادر. فما ده ما بالغ القديسين العظام زي الأنبا موسى الأسود اللي اتحارب سنين وسنين. على نفس الكيفية برضو التاريخ يحكي ان القديسة مريم المصرية اللي كانت بتسلم نفسها للخطية، هل بعد ما خدت قرار انها تبقى انسانة سائحة وتعيش حياة التوبة، هل تفتكروا تذكار الشر اللي كانت بتعمله اتمحى بتكة زرار؟ لا طبعا. وفضلت تجاهد وتحارب وتتعب، وفين وفين لما ربنا ترأف ورفع عنها الحرب. ففي حرب سهلة، يعني حرب بسرعة تلاقيها راحت منك، وحرب تانية أصيلة جوه الإنسان وبتاخد وقت ومجهود، وده اللي بنسميه كنسيا الجهاد، طريق الجهاد الروحي، جهاد الروحي. عشان كده احنا ما عندناش فكرة أبدا حد بيخلص في لحظة. اطلع يا أستاذ فلان اقف هنا قول لنا اختبارك ازاي خلصت وانت قابلت الرب يسوع. هل بعد ما انت قابلت الرب يسوع الشيطان قال لك يلا بالسلامه ما اعرفكش؟ لا، ده بيبقى انسان لحد اخر يوم في حياته عمال ايه؟ عمال يجاهد. تتذكروا قصه ابو مقار؟ تتذكروا قصه ابو مقار اللي هو كان على فراش الموت خلاص، فالشياطين بتقول له ايه؟ طوباك يا مقاره لقد خلصت، يعني يا بختك كمان انت خلاص. قال لهم لا لسه، انا عارف مكايدكم وعارف حركاتكم، تمام. وكان خلاص
بعد يعني قصة بتقول كده، يعني بتقول ان هو لما طلع السماء وخلاص على باب السماء، لما قالوا له الكلمة ديت قال لهم ربنا انجدني فعلا منكم. يبقى ما فيش حد يقول انا خلصت دلوقتي، انا بقيت فوق الحرب من دلوقتي. كلنا بنتحارب. احنا دايما نقول ايه؟ الحروب الشبابية والشهوات الشبابية. طب هو المتجوزين ما عندهمش حروب؟ الناس الكبيرة في السن ما عندهمش حروب؟ لا، كله بيتحارب، كله بيتحارب. تمام؟ فأول حرب مصدرها الايه؟ مصدرها النفس، مصدرها النفس. المصدر الثاني الشيطان. طبعا الشيطان بيحط لنا ايه؟ فخاخ، يوقعك في حاجة، يحط في طريقة حاجة صعبة عشان يوقعك. تتذكروا القصة الأولانية، قصة الإنسان الأول اللي هو مين؟ آدم وحواء. مين اللي أدخل عليه الفكر الغريب، الفيروس الخطية؟ مين؟ حواء، الحية، أخوة حواء. والحية دي اللي هي مين؟ الشيطان. تمام؟ ثالث مصدر، يبقى أنا قلت نفس والشيطان. المصدر الثالث اللي هو مين؟ العالم. العالم. المسيح قال إن العالم قد وضع، برافو، يعني مغموس في الشر كده. عارفة أنت كده عندك فستان غمستيه في المية، نقعتيه، أيوة كده. فالعالم منقوع في الشر، شغل في فساد، كلية ودراسة ودراسات عليا فساد، مدارس وتعليم وكليات فساد. فالعالم ماله؟ أنا مش بسود لكم الصورة، بس أنا بقول لكم إن الحرب دي إيه اللي إحنا عايشين فيه ده؟ إيه؟ شيء طبيعي وحاجة موجودة فعلا. طب أقول لكم على حاجة، هل في التسعينات العالم الحروب اللي فيه نفس الحروب اللي في 23؟ على فكرة مش بقول لكم في القرن الرابع ولا في القرن العاشر ولا في القرن ال19، أنا بقول لكم في التسعينات، يعني من 30 سنة. يعني ممكن يكون الناس من حضراتكم كتير كانوا عايشين. هل احنا في التسعينات واحنا كنا في ثانوي ولا في اعدادي كانت الحرب زي الحرب دلوقتي؟ العالم اختلف، حروب العالم اختلفت. الأول كنا في التسعينات نتفرج على القناة الأولى والثانية والثالثة، لو ولد شقي شوية قوي وشوية أسيب ده ماشي، ولو ولد شقي شوية ولا حاجة، يعني كان ممكن يجيب مجلة، يجيب صورة زمان بقى، أنا آسف يعني الحاجات دي. لكن دلوقتي المصباح السحري، مصباح سحري، اكتب له بس أنت عايز إيه. أنت تسمعوا عن حاجة اسمها الذكاء الاصطناعي والتشات ايه؟ الشات جي بي تي اللي هو ايه؟ عارف ايه ده؟ تشات. اكتب له اي حاجه في الدنيا. عارفين السندباد فانوس السحري؟ اعمل كده وديني الحته دي يوديك الحته دي. هل احنا في التسعينات كنا عايشين العيشه دي؟ احنا كل ما بشغل النت ناخد بقى الوصله بتاعت التليفون، فاكرين؟ ونوقف التليفون والتليفون يبقى مشغول، وبابا وماما يتخانقوا معانا انتوا خلصتوا الرصيد. لكن دلوقتي البيه وهو نايم تحت المخده وعلى سريره ماسك تليفونه بيعمل كل اللي هو عايزه، والبيت كله ولا حاسس. فالعالم كمان الحروب اللي فيه دلوقتي بقت اصعب، مش هقول لك من القرن الرابع، من 30 سنه، من 20 سنه. واخر مصدر اللي هم مين؟ الناس الاشرار. انت، ودي بقى من الحروب السهلة، انت واحد اختار ان يبقى صاحبه ناس وحشين، انت عارفة ان البنت دي بنت مش كويسة ومشيها مش كويس واخلاقها مش كويسة، والناس كلها بتتكلم عليها، ايه اللي خليك تصاحبيها؟ فالحرب دي ممكن انت من نفسك تقدر بنعمة ربنا انك انت تقف قدامها. لو انت فصلت نفسك عن البيئة دي خلاص انت في امان. لكن في احيانا الانسان بيصر ان هو يكون في وسط المعاشرات الرديئة، فيحدث له أن تفسد الأخلاق. جيد؟ يبقى نقول المصادر تاني. أول حاجة النفس، 2 الشيطان، 3 العالم، 4 الناس الأشرار. الناس الإيه؟ الناس الأشرار. في حتة إن هل في أجيال أو في مراحل عمر بتتحارب ومراحل تانية ما بتتحاربش؟ لا، الحقيقة لا. هفتكر معاكم حاجة. فاكرين التجربة على الجبل؟ تمام. ربنا يسوع المسيح جرب من الشيطان كم مرة؟ حورب من الشيطان. يعني المسيح اجتاز الحرب، اجتاز الايه؟ الحرب. والحرب دي اجتازها عشان يعلمنا النصرة وعشان يقول لنا اخر الشيطان ايه، العدو بتاعكم اخره ايه. فربنا يسوع اتحارب ب3 حروب. اول حرب ايه هي؟
اول حاجه لما لقاه جعان قال له ايه؟ حول هذه الايه الحجاره الى ايه؟ الخبز. فقال له ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. يبقى اول حاجه افتكروها الخبز، هنفتكر بكلمه واحده بس، الخبز. ماشي. الحرب الثانيه قال له ايه؟ التحويل. خلاص. تاني حاجه قال له ايه؟ اديك كل الممالك ديت. تمام. اديك كل الممالك. لا استنى بس. اديك كل الممالك ديت. تمام. لو سجدت لي اديك الممالك كلها لو ايه؟ لو سجدت له. فقال له ايه؟ مكتوب الرب الهك واياه. يبقى واحده سميناها الخبز، الثانيه الممتلكات. قال له هديك العالم كله. صح؟ تخيل كده، مش الشيطان هو رئيس العالم زي ما كان بيتقال عنه رئيس العالم؟ هديك كل العالم ده، بس انت تعمل ايه؟ تسجد لي. على فكره هو بيتعامل مع المسيح ان هو ايه؟ شخص عادي. هو ما يعرفش ان ده الكلام المتجسد، هو لسه متشكك. يبقى اول تجربه الخبز، التجربه الثانيه الممتلكات، التجربه الثالثه بقى وقفوا على جناح الهيكل وقال له ايه؟ ارمي نفسك. مش هو مكتوب ان الملائكه هتاخدك وترفعك؟ دي شهوه ايه بقى؟ يعني تفتكروا واحد هيرمي نفسه من جناح الهيكل عشان الملائكه تشيله؟ ده ايه الحرب اللي فيها؟ الشو الذات. الله. تخيلوا بقى كده ربنا يسوع المسيح، يعني طبعا لو هو مش يسمع كلام الشيطان، لو حصل كده وجات الملائكه شالت يسوع، الله ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ افتخر بقى. واخد بالكم ازاي؟ يبقى الثلاث حروب هم خبز، ممتلكات، ذات. خبز، ممتلكات، ذات. الثلاث مراحل بتوع العمر، ثلاث مراحل العمر هم نفس الثلاث حروب دول. واحنا صغيرين سن اعدادي وثانوي بنتحارب بحروب الايه؟ الجسد. الخبز اللي هو الايه؟ الجسد، اللي هو انا عايز اشبع رغباتي. الولد يبدأ بقى عنده ميول ويتفرج على حاجات مش كويسة، البنت ممكن يكون بتكلم ناس مش كويسين وحاجات زي كده. دي مرحلة الايه؟ الجسد. بعد كده بعد ما بنخلص المرحلة دي وخلصنا جامعة وبقينا خريجين حلوين ونشكر ربنا، خلاص يعني الحروب دي إلى حد كبير اترفعت من علينا. تمام. نلاقي دخلنا في حرب تانية اللي هي حرب ايه؟ ممتلكات. انا عايز شقة، اعمل ايه؟ انا عايز اشوف لي بقى شغلانة، وعايز يبقى عندي اولاد، وعايز، مش عيب ولا غلط. طب يا ابني انت راجل خلصت جامعة، المفروض بقى يلا بقى انزل خدمة وتعالى احضر قداسات. صدقني يا ابونا ما فاضي، انا بشتغل من 6 الصبح ل10 بالليل، ويوم الاجازة ما بستحملش حد يقول لي اصحى بدري. ده اليوم الوحيد اللي بصحى. اعملوا لنا قداسات متأخرة، مالناش دعوة. واخدين بالكم ازاي؟ ليه؟ كل اللي شغله في المرحله بتاعت ال 25 30 40، المرحله ديت اللي هي مرحله الايه؟ عايز شقه، وعايز عربيه، وعايز. مش عيب ابدا الطموح، بس العيب انك تخلي، ودي بقى الحرب اللي الشيطان بيوقعنا فيها، العيب انك تخلي الحاجات دي رقم 1 وربنا رقم 2 و3. لان ربنا قال ايه؟ اطلبوا اولا ملكوت الله وبر، وبعد كده كل الحاجات اللي هديها لكم على البيعه، بس انتوا خليكم الاول ايه؟ معايا. الشهوه الثالثه شهوه الايه؟ الشو الذات. طب احنا كبرنا واتجوزنا وربنا ادانا واستقرينا في شغلنا والحمد لله الدنيا استقرت. بعد ما الواحد يكبر شويه يدخل الناس الكبيره اللي هو بقى المرحله اللي يكبر، انا معاكم في نفس المرحله بتاعتكم دي، الناس اللي اكبر مننا شويه اللي هم بقى ايه؟ الخمسينات ستينات اكتر من كده كمان، يدخلوا في كلمه الذات بقى، اللي هو ازاي كلمتي ما تتنفذ؟ هو انا مش قلت؟ هو انا مش عملت؟ ممكن تلاحظوا الكلام ده اكتر في ايه؟ لما يكون في اب متسلط او حاجه، او في امين اسره او امين خدمه عايز ينفذ كلمته. انتوا كلكم صغيرين، انتوا كلكم ما تعرفوش حاجه. انت يا ابني دلوقتي بقى لك راي. فاكر لما كنت بخدمها في ابتدائي كنت اجي لي بالشورت؟ انت دلوقتي بقى عندك راي وعايز تقول راي. واخدين بالكم ازاي؟ بقى في فكره الايه؟ ازاي. فتلاقي في حرب مخصوصه لكل عمر يحارب بالجسد وبالممتلكات او المال، ويحارب بالايه؟ بالذات. وعلى فكرة هي دي الثلاث حروب اللي كل إنسان بيتحارب بيها، مفيش غيرها، يا جسد يا ذات يا مال. تمام؟ تعال أقول لك على حاجة، يا الثلاثة مع بعض. تعال أقول لك على حاجة على مجال الأسرة. طبعا في ناس كتير متجوزة، إيه المشاكل اللي في الأسرة؟ ممكن تبقى مشاكل جسد، يعني إيه؟ ممكن يبقى في خيانة، اكتشفت إن هو بيكلم حد بره الموضوع، بيعمل تشات مش عارف مع إيه، خطايا جسد.
يا اما خطايا مال. ايه الخطايا مال؟ طول النهار عمالين نتخانق على الفلوس، بيودي الفلوس فين، بيعمل الفلوس فين، طب هو بيديني فلوس قليله، هي عايزه تبقى يعني ليها طموحات وحاجات، عايزه يبقى ليها ممتلكات وليها وطموحها عالي جدا جدا، وهو يعني لا مش قوي. فتلاقي دايما في خلاف في القصه دي. يا اما الحرب الثالثه حرب الذات، كلمه مين تمشي. هم طبعا سلمت كده، رفعت الرايه من اول القلم. كلمة مين تمشي، ما يسمع كلامي، أنا اللي همشي البيت، أنا اللي هقول، لا أنا الراجل تسمع كلامي. تمام صح ولا لا؟ تعال نشوف في الخدمة إيه ممكن الخطايا أو الحروب اللي تصيب الخادم. حروب روحية، ممكن خطايا الذات، صح ولا لا؟ لو مثلا واحد ربنا بيديله نعمة أو معرفة أو حاجة، بيبص كده بصة أقل شوية، عنده ذات عالية، أصل أنا خلصت ودرست وبتاع، بيعكوا إيه دول؟ قاعد في الاجتماع، أبونا بيقول إيه؟ أبونا بيعك إيه ده؟ طب ما إحنا ممكن كنا قلنا وممكن كنا عملنا وكان الحتة دي اتقدمت بالطريقة دي. عك ذات. هل تفتكروا ده ممكن هيخرج من الاجتماع ببركة؟ لا. الكلمة اللي أبونا بيقولها مش هو اللي بيقولها، روح القدس بيقولها، وابونا نفسه بيستفاد. أنا ساعات بقول لي ده هو أنا جبت الكلام ده منين؟ عشان كده ساعات بروح اسمع الكلام اللي انا قلته مش للتفاخر، عشان اتعلم تاني، اللي احنا كلنا بنتعلم من الروح القدس. تمام. ممكن دي حرب في الخدمه، حرب الذات، ممكن حرب المال. يعني وما بقى يعني يكفينا يعني لو مثلا اكتشفت ان في الخدمه ان في انسان يعني بيمد ايده بطريقه مش كويسه على مال الكنيسه، يعني ما هتيجي تقول ازاي الخدمه مش احسن من المسيح؟ المسيح كان موجود ومين كان بيسرق؟ يهوذا كان معاه الصندوق، والمسيح سايب معاه الصندوق وعارف انه حرامي وسايبه يسرق. مش سايبه يسرق بسماح منه، بيديله حريه يمكن يرجع. واحد لما بيخش بقى يعني شويه، كانت الحته دي بالنسبه لي انا مش شايفها، ما اعرفهاش، لكن بعد الكهنوت وبعد الاداريات وبعد ما دخلنا اكتشفنا ان ممكن يكون الانسان عنده ضعف كده. انا مش بلومه ولا، ما هو انا هو متحارف في المال، طب انا ممكن اكون متحارف في الذات. مش غلط طبعا، كله غلط، كل الحروب دي غلط. لو في حد مد ايده على حاجه بتاعت ربنا، لا غلط طبعا، مفيش كلام، وحرب شديده والعقاب شديد اذا ما تبش. والحرب الثالثه حرب الجسد جوه الخدمه. حرب الجسد جوه الخدمه. في حد بيبقى جاي كل هدفه من الخدمه يتعرف على بنات، يعني مش عندوش اي حاجه تانية غير كده. تمام. او في بنات بتيجي عشان بس ايه تصطاد عريس، وبعد ما بيجيش اجتماع تاني ليه؟ لا خلاص الهدف اتحقق الحمد لله، ضن. تمام. يعني ايه ضن سكسسفولي، يعني خلاص احنا ايه بنجاح، تمت المهم بنجاح. طب يا بنتي تعالي، ما فيش مشكله، تعالوا. يعني حلو في الاجتماعات بتاعه الخريجين واجتماعات اللي هي الاجتماعات بتاعه الشباب واللي هو ما قبل الزواج، نتعرف على بعض ونقعد في النادي ويبقى في حاجات حلوه وكل طرف، ده حاجه جميله جدا والكنيسه بتباركها. بس هي المشكله في ايه؟ ان يبقى ده هو الهدف والمسيح مش الهدف. بعد ما الهدف اتحقق، طب تعالى يا ابني، لا خلاص بقى انا هاجي اعمل ايه؟ انا كنت جاي لهدف معين وخلاص. فلو اتكلمنا على الحروب بتاعه الخدمه، حروب البيت، هتلاقيها بتدور في الايه؟ خبز اللي هو الجسد، يعني الخبز بقى نوسعها شويه نخليها الجسد، الممتلكات والمال والذات. علشان كده الكنيسه في الصوم الكبير تيجي تقول لنا تواجهوا الحروب دي ازاي بقى، العلاج بقى. تيجي تدينا حاجه اسمها فيتامين صاد. فاكرين فيتامين صاد؟ حد الرفاع تيجي تقول لكم خلي بالكم، مش انتوا هتبداوا الصوم الاربعيني، مش انتوا هتبداوا صوم الميلاد، هتبداوا علاقه جديده مع ربنا. الشيطان هيحاربك في الثلاثه دول، جسد مال ذات. جسد مال ذات. على فكره الحروب بتاعه الشيطان 3 اسئله. ورقه الامتحان اللي بيجي لنا كلنا، مش انا قلت الاسقف والبطرك والشاب، هي ورقه واحده فيها 3 اسئله. 3 اسئله، والمسيح ادهم لنا بنموذج الاجابه في متى 4، يعني في التجربه على الجبل. السؤال الاول الجسد، السؤال الثاني المال، السؤال الثالث الذات. لو انت عرفتهم وعرفت الاجابه بتاعتهم، مبروك نجحت عليك، وايه مبروك عليك السما. واخدين بالكم ازاي؟ شوفوا زي ما قلت لكم الحروب الروحيه قد ايه صعبه وعنيفه، لكن في الاخر هي تندرج تحت 3 عناوين: الجسد والايه والمال والايه والذات. عشان كده الكنيسه تيجي في حد رفاع تيجي اقول لكم يا اولاد تعملوا ايه؟
اول حاجة الجسد، لا تعتمد على جسدك. عشان كده تدينا فيتامين اسمه فيتامين الصوم. فيتامين الايه؟ الصوم ده يعني ايه؟ هو انت فاكر ان انت بتتفخر بجسدك؟ لا، انا بقول لك بعد اذنك ادي لجسدك احتياجاته الاساسيه. هناكل مع بعض اكل نباتي، هنصلي مع بعض قداسات متاخره، هتحس انك جسدك مش مديله كل حاجه، وهتشعر بقى قد ايه ان في نور وفي استناره حلوه. فلما تخش جوه التجربه دي تقول فعلا ده الحياه وجمالها مش بالجسد والاكل والشرب ان انا ابقى شبعان ومتمتع، لا، ده جمال الحياه واستناره الحياه ان اعتمد على ربنا مش على جسدي. يبقى فيتامين صاد اللي هو الصوم بيعلمني ايه؟ الله مش جسدي. الله مش ايه؟ مش جسدي. يبقى اول حاجه احارب بيها اي حرب بتجيلي اعمل ايه؟ اصوم. هل في حد مننا قبل كده قعد مع اب اعتراف وقال له يا ابونا ممكن تديني ان انا عايز اصوم اسبوع، ده خارج اصوم الكنيسه، انا عايز اصوم اسبوع لان بصراحه في فكر ذات بيحاربني قوي جدا، ممكن يا ابونا تديني حل ان انا اصوم الصوم ده؟ حد طلب الطلبه دي قبل كده؟ لا يا عم، احنا كفانا علينا الصيام، احنا ناقصين، احنا ناقصين. طيب بلاش اقول لك عايز اصوم اسبوع زياده، انا هكرر صوم الميلاد ده يا ابونا بعد اذن قدسك تديني حل ان انا هصومه، وهحط في هدفي ان انا هحارب شهوات الجسد اللي بتحاربني اللي قدسك عارفها. ممكن تديني برنامج في الصيام عشان الحروب ديت بنعمة ربنا وبصلاة قدسك اقدر اتغلب عليها؟ ما تصومش صوم زيادة يا عم. صوم الرسل ده ممكن تخليني يا ابونا اصوم وابقى اكرسه كل للخدمه، اديني بقى قرايات واديني حاجات، وكل مره لما اقف اصلي، وكل مره لما الجوع يقرص بطني اقول له يا رب من فضلك ارفع عني الذات في الخدمه، ان يبقى لازم رايي انا اللي يمشي. فيبقى اول حل الايه؟ الصوم. انا ما بجيب لكمش حاجه من عندي على فكره، انا كل الكلام بقوله ده كله جوه تقصي الكنيسه. تاني حاجه في فيتامين صاد اللي هو ايه؟ الصلاة. طب الصلاة ايه علاقتها بالثلاث حروب اللي فوق؟ الجسد والذات والايه؟ والممتلكات. الذات نحاربها بايه؟ بالصلاة. يعني ايه؟ بدل ما انا تبقى انسان فخور بذاتي وفخور بمواهبي وبالحاجات الحلوة اللي بقدمها، تخيلوا بقى ان انا قبل كل عمل اتعلمت ان انا اصلي. رايح مثلا افتقد حد من اخواتي، فقبل ما انزل وده من فضلك بعد اذنك انت اللي هتبقى معايا، وانت اللي هتجيب، وانت اللي تحط الكلام على لساني، وانت يا رب اللي تخليه يخش جوه عضو الكنيسه تاني يبقى عضو فعال. طب تخيلوا بقى الولد ده بعد ما جه اللي انت افتقدته وبقى نشط وحلو بتبص عليه كده، هل في يوم من الايام لولا افتقادي ما كانش جه؟ لا خالص. انت عشان الاول صليت وقلت يا رب، فانت من الاول بتقول ايه؟ انا عندي رحله، عندي كلمه، عندي اجتماع، عندي حاجة، أي نجاح في حياتي ما دام صليت قبليه هيبقى المجد ينسب لمين؟ أنا ما عملتش حاجة. يبقى فين الذات بقى؟ مش موجود. كل حاجة مين؟ ربنا. ينبغي أن هذا يزيد وإني أنا أنقص. أنا لا أنا. مين اللي قال كده؟ أنا لا أنا، بل المسيح. كل ما يبقى فيا حاجه حلوه كده ومنوره والناس تقول لي ايه؟ الله يعوضك يا فلان، ده انت النهارده كانت الكلمه بتاعتك مش عارف ايه، الله يعوضك النهارده الترنيم اللي قدمتها حلوه قوي، الفقره اللي حضرتها النهارده كانت جميله. انا في ودني اقول ايه؟ انا لا انا، بل المسيح الذي ايه؟ هل تفتكروا ان انا في يوم من الايام بالذات تقدر تحاربني؟ لا. يبقى قلنا الصوم والصلاه، واخر حاجه الايه؟ الصدقه. اخر حاجه الايه؟ الصدقه. علشان نقف قدام حرب الممتلكات لازم من فضلك تبقى امين جدا في عشورك. لازم تكون امين جدا في عشورك، وتشعر ان كل بركه بتجيلك دي مش شطارتك، ولكن بتجيلك بسبب انك انت قدمت العشور. مش عارف اقول لكم حاجه، بس هو ربنا يسوع المسيح قال ان العشور دي ده شغل اليهود. العشور ده شغل ايه؟ لكن انتوا يا مسيحيين ان لم يزد بركم عن الكتبه والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. يعني العشور دي الايه؟ الحد الادنى. فدلوقتي تلاقي ناس كتير جدا يقول لك لا انا ما اقدمش العشور، العشور ده بتاعت اليهود، انا مسيحي.
وانا واثق ان ربنا هيبارك لي في القليل، فساعتها حرب المال مش هتتملكني، بالعكس هعيش متحرر ايه منها. يبقى انا كده قلت في كام حرب؟ 3: جسد، مال، ذات، وطبقتهم على الأسرة، وطبقتهم على الايه؟ على الخدمة، وطبقتهم على الخدمة. وكمان طبقناهم في الحلول بتاعتهم على حد الرفاع اللي هو الايه؟ الصوم والصلاة والايه؟ والصدقة. حتة كمان برضو في نفس السياق، يعني انتوا عارفين ان الاباء الرهبان عشان اي انسان يترهبن لازم يكون له 3 ندور. ايه هما 3 ندور الراهب؟ الطاعة، برافو، الطاعة والبتولية، شاطرة، وتالت حاجة والفقر الاختياري. الفقر الاختياري هم اسمهم كده، الطاعة والبتولية والفقر الاختياري. عارفين ال3 ندور دول ليه؟ عشان ال3 حروب اللي في ورقة الامتحان. الطاعة ليه؟ عشان يحارب الايه؟ الذات. طب والفقر الاختياري عشان يحارب حرب الايه؟ الممتلكات. والبتولية عشان يحارب الايه؟ الجسد. دول ال3 نذور بتوعه. فالراهب وهو داخل كده يقول له ايه؟ بص حبيبي، دول ال3 اسئلة عشان تحلهم لازم تعمل ال3 دول. موافق؟ موافق وعارفهم، اتفضل. طب لو مش موافق خلاص مش ينفع تمشي معانا. واخدين بالكم ازاي؟ فهنلاحظ ان ال3 حروب دول هم متطبقين على الجسد وعلى العالم، او جسد والمادة او المال وايه؟ والذات. الحقيقة ان في كتاب رائع جدا لقداسة البابا شنودة، عمل جزئين منه، كتاب اسمه حروب الشياطين، وفي كتاب تاني الجزء التاني اسمه الحروب الروحية. لو ينفع نجيبهم ونقراهم، كتب هايلة جدا، يعني اظن مفيش مسيحي يقدر يعيش من غيرهم، يعني مهمين جدا. يعني انا بعد ما اديت لكم الحتة دي هطبق الكلام دوت، او هنتكلم على حرب واحدة بس اسمها حرب الافكار. حرب الايه؟ الافكار. والحقيقة ان حرب الافكار دي انا اخترتها لان دي اكتر حرب كلنا بنتحارب بيها. حتى واحنا قاعدين في القداس، اقدس وقت، ممكن تجيلنا افكار مش كويسه. انا قاعد وانا في بيتي بتجيلي افكار مش ايه؟ مش كويس. طول الوقت في افكار عماله ايه؟ تمشي فيا. الحقيقة ان الافكار دي ممكن تيجي في اليقظه، يعني وانا ماشي، وانا باكل، وانا في الكنيسه، وانا في شغلي، وانا في كليتي، كل شويه الافكار ماشيه ايه؟ طب هل ممكن في افكار تجيلي في المنام؟ على فكره احيانا الواحد بيحلم احلام وحشه. طب واحد يقول مثلا الاحلام الوحشه اللي حلمت بيها ديت، هل ده انا غلطان فيها؟ ده بشكل غير ارادي. بس الاباء يعلمونا ان الاحلام والافكار اللي بيجيلنا واحنا نايمين دي بنسميها شبه الشر. اسمها ايه؟ شبه شر. الشر ده اللي انا بعمله بارادتي، لكن بسبب ان انا قلبي وحش، فاللي ظهر بالليل وانا نايم واللي اترسب جوه فكري ايه هو؟ انا واحد عمال طول النهار افكر في الخطيه وفي النجاسه وفي. طبعا لما اجي احلم بالملائكه وبالقديسين وانا في السماء؟ لا طبعا. احلم بالايه؟ فالواحد ما يقولش انا مش مسؤول عن احلامي، لا انا مسؤول عن احلامي. لو دخلت جوه الهارد ديسك اللي جوه ده افكار مقدسه ومناظر مقدسه ومناظر سماويه وقصص سماويه، بالليل هحلم بحاجات حلوه. لكن انا طول النهار عمال ادخل حاجات مش كويسه، بالليل هحلم بحاجات ايه؟ مش كويسه. ففي افكار في المنام وافكار فين؟ في اليقظه. طبعا ممكن تجي لي افكار شهوه جسد، ممكن افكار انتقام. يعني ايه؟ هو ازاي لما كلمتني بالطريقه دي انا سكت لها؟ يعني ده المفروض كنت مسكتها وعملت فيها وسويت دي اسمها ايه؟ ده كويس اللي انت عملتيه، ده مالك نفسه خير من مالك مدينه، ده برافو عليكي، انت ممتازه ان انت مسكت نفسك وما رضيتش ترد عليها. بس الشيطان ايه؟ يسيبك؟ ازاي سكت؟ ده انت المفروض كنت عملتي وسويتي فكر انتقام. يعني مش كلنا بنتحارب بشهوات جسد، في شهوات كمان ايه؟ فكر انتقام. ممكن فكر حقد وحسد وغيره. بقى حته مش عارف مين ده ربنا اداله وساكن في الحته الفلانيه دي، يا سبحان الله. على فكره انا ما اتكلمتش، انا ما قلتش حد، ما قلتش حاجه، ما اتكلمتش عنه، بس قلبي من جوه ماله مش حلو، عمال يحقد وعمال يحسد.
نتكلم ازاي يعني؟ نشتمهم يعني ولا نعمل ايه؟ تمام، حلو. لا كويس، لا كويس ان انت رجعت تاني، بس انا بتكلم في نقطه يعني مسميري غير دي خالص. انا بتكلم في ايه؟ بتكلم في فكره الحقد والحسد والغيره، وان انا اتمنى ان الحاجه من صاحبي او من صاحبتي تزول وتجيلي. او اتمنى ان الحاجه تجيلي انا ما تجيليش هو. ممكن الحروب دي تكون مخفيه على فكره ومش باينه، بس موجوده، واحيانا بتبان في العينين، واحيانا بتبان في وسط الكلام، ويبان. في واحد فعلا من قلبه، في واحد. خلي دايما من قلبك تتمنى الخير لكل الناس، هتلاقي الخير يجيلك. لكن اللي هو بيتمنى زوال الخير على الناس عمره ابدا ما بيجيله. في افكار ذات برضو، ان الواحد طول النهار عمال يفكر يقول ازاي فلان دوت عمل كده، ده انا كنت احسن منه. دي كلها افكار ايه؟ افكار ذات. طب نحارب الفكر ده ازاي؟ سيدنا البابا حط كده كام نقطة. أول نقطة الضبط. أول حاجة اسمها الإيه؟ الضبط. إزاي أضبط فكري؟ أنا دماغي أو عقلي ده، أنا آسف يعني، مش مدينة ملهاش جدران وملهاش أسوار، فالشيطان يحط لي اللي هو عايزه ويحطه ويخرج ويعمل اللي هو عايزه. لا، أنا دماغي دي إيه؟ لازم تكون مضبوطة. لازم تكون ايه؟ مضبوط. انا لو جات لي فكري خليني متيقظ دلوقتي. ايه الفكره اللي بفكر فيه ده؟ ارشد نفسي بعلامه الصليب، اقول صلاه يسوع: يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح اعيني، اسبحك يا رب يسوع، من فضلك يا رب بدد الفكر ده عني. اعمل ايه؟ اقف قدام الفكر، لكن ما سابوش يتوغل وينتشر ويستمر وانا نايم، والاعياد والوقت عمال يعدي والحقد عمال يكبر في قلبي. لكن من الاول اعمل ايه؟ اضبطه. اول حاجه اعمل ايه؟ اضبطه. تاني نقطة، فاضل 22 ورقة ونخلص. تاني ورقة أو تاني نقطة، أطرده. بعد ما أضبطه أعمل إيه؟ أطرده يعني إيه؟ زي ما قلت لكم كده، ما صدقت ولا إيه؟ لا، أنا خلاص خلصت روحي يعني. أطرده يعني إيه؟ أرشم نفسي بعلامة الصليب بحيث إن الفكر ده إيه؟ يروح مني. برضو سيدنا البابا يقول قول جميل أوي، يقول: إن كنت لا تستطيع أن تمنع الطير من أن يحوم حول رأسك، فإنك تستطيع أن تمنعه من أن يعشش في شعرك. الآباء دايما يقولوا كده، يقول لك الفكرة دي عاملة زي الطير، هي عمالة تحوم حواليك، فترشم علامة الصليب تبعد عنك. طب لو سبتها هتقف هنا وتعش وتكبر وتتوغل وتنتشر، ومش هتعرف تعمل فيها حاجة. عشان كده دايما أول ما تيجي فكرة شريرة نتعود إن احنا إيه؟ نطردها. تمام؟ النقطة الثالثة، طب أنا عمال أحارب والشيطان يجي لي، عمال أحارب والشيطان يجي لي. النقطة الثالثة، لا تيأس. لا إيه؟ لا تيأس. كل لما في فكرة بتجيلي وحشة وأنا بقول صلاة يسوع، على فكرة ده مجد ليا. يعني مين اللي بيخسر في الآخر؟ مش الشيطان اللي بيخسر، مش أنا. الشيطان كل لما يرمي لي فكرة وحشة، يرمي لي حاجة أو مشاعر مش كويسة، فأنا أقعد أقول صلاة يسوع، فأنا حولت يومي كله لإيه؟ لصلاة. فيجي الشيطان يقول لك: لا يا عم، أنا كل لما أرمي له فكرة وحشة يصلي، طب مش رمي له أفكار تاني. واخدين بالكم إزاي؟ فحول كل يومك لإيه؟ لصلاة يسوع ورشم الإيه؟ رشم الصليب. فما تيأس. النقطة الرابعة، الفكر الإيجابي. دايما يعلمونا كده محاربة الفكر بالإيه؟ بالفكر. طب انت بتحارب بس عقلك فاضي. علمونا الآباء: العقل الفارغ معمل للشيطان. انت قاعدة ما بتفكريش في حاجة وحشة ولا في حاجة حلوة، قاعدة كده دماغك مهوية ولا مطرية؟ ايش؟ طيب الشيطان بقى يلاقي دماغك الحلوة بقى والطراوة دي، هيسيبها لك؟ اقول لك: تعالى بقى انا احط لك بقى فيها ايه؟ ملذ وطاب. يبقى انت لازم اتعود ان انا اشغل، لما تجيلي فكرة وحشة اشغل نفسي بعمل ايجابي. اشغل نفسي بعمل ايه؟ بعمل ايجابي. يعني زي ايه؟ مثلا بفكر مثلا اقرا كتاب، مثلا بفكر مثلا في مشكلة عويصة، بفكر في حاجة للخدمة، بفكر مثلا في اتأمل مثلا التأملات الجميلة، اجيب آية واقعد افكر فيها. نقشتكم على ايه؟ على كفي، نقشتنا على كفك يا رب. ايه الجمال ده؟ تخيلوا بقى الواحد نايم بالليل مشغول بالآية دي،
هل تفتكروا بالليل هيحلم باحلام نجسه؟ اطلاقا. ده اسمه الايه بقى؟ ده اسمه العمل الايجابي، ان انا اشيل الافكار الوحشه واحط مكانها افكار ايه؟ كويسه. تمام. 5، ابعد عن العثرات. ابعد عن الايه؟ العثرات. انت قاعد في الشغل في 3-4 موظفين معاك في نفس المكتب، كل سيرتهم على النجاسه وعلى حاجات مش كويسه. انت شويه بنات وقاعدين مع بعض وعمالين يتكلموا وينموا على زمايلهم. طب وانا ليه اسمح ان وداني تسمع الكلام ده؟ ابعد ابعد. بتقول ايه؟ لا مش الدرجات، لا مش الدرجات. انت ممكن تكون في وسط الناس بس ليك ايه، وتحط حدود. يعني لو حد جه قال لك ايه انت، طب ايه رايك في فلانه دي؟ الناس ما نتكلمش عليها. عايزين يصطادوك يجر رجلك انك يبقى تخش معاهم في حرب النميمه دي وخطيه النميمه، لا ما نتكلمش عليها. وعلى فكره لما هتقولوا كده هيتريقوا عليكم. يا ستي هو انت بقيتي، يا عم هو انت خلاص بقيت بقى مش عارف ايه. سيبهم يتريقوا، بس لازم احنا اللي نعلن الحق في وسط الباطل. العالم فاسد واحنا نور العالم، احنا عارفين دورنا ايه. العالم ملوش طعم واحنا اللي بندي طعم للعالم بالماء، لان احنا ملح العالم. هنقول لا. تمام. يبقى ابعد عن الايه؟ ابعد عن العثرات. في بعد كده اخر نقطه اللي هي نقطه الايه؟ الصلاه. طبعا انك انت هي يعتبر مش الاخيره، هي اول حاجه، انك انت دايما تصلي من اجل كده. حتى احنا في صلاه الاسم ابونا بيقول حته حلوه، يقول ايه؟ كل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر فليبعد عنا. ويرد المعلم برضه يقول امين فليبعد عنا. ليه؟ كلنا بنتحارب بالفكر. قول له يا رب قويني، اسندني، ابعد عني يا رب الايه؟ الافكار ديت. اخر نقطه في حته حرب الفكر دي اقولها لحضراتكم، لا تتفاوض مع الافكار الشريره. لا تتفاوض مع الافكار الشريره، ولكن اطردها من غير ما تتكلم معاها. من غير ايه؟ طب يا عم ما تروح معاهم المشوار ده، ايه المشكله يعني؟ لو خدت بقى وديت مع الفكر، طب فعلا ايه المشكله؟ لا يا عم لا ما اروحش معاهم، اصل انا ما اعرفش هيروحوا فين وهيعملوا ايه. عارف لو خدت وديت مع الفكره هتسقط. لكن الاباء يعلمونا ايه؟ حاجه كده في المجال الرهباني، هدم لمح الفكر. حد سمع التعبير ده قبل كده؟ هدم لمح الفكر. يعني مجرد ما الفكره بتيجي في ذهني هي مجرد لمحه صغيره كده، بعمل فيها ايه؟ اهدمها. لكن لو خدت واديت معاها هسقط. اهرب. مين اللي ادت وخدت مع الحيه والنتيجه كانت ايه؟ زي ما انتم شايفين. لما جه لوط ربنا قال له ايه؟ اهرب من كل الايه؟ من كل الدائره. اهرب يلا روت، هات مراتك وعيالك. طب لو تفاوضنا شويه مع الشر هنهلك. تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا على ايه؟ على مصادر الحروب الروحيه اللي هي ايه؟ اول حاجه نفسي، 2 الشيطان، 3 العالم، واتفقنا ان العالم زمان مش زي العالم دلوقتي، 4 اللي هم مين؟ الناس الاشرار المحيطين بينا. واتكلمنا كمان ان الحرب في كل الاجيال وفي كل المراحل العمريه. وخدنا درس من تجربه ربنا يسوع المسيح على الجبل، وطلعنا بان ورقه الامتحان فيها كام سؤال؟ السؤال الاولاني الجسد، المال والايه؟ والذات. وطبقناهم على مراحل العمر، وطبقناهم على الجواز، وطبقناهم على الايه؟ على الخدمه. والكنيسه ادتنا 3 فيتامينات ادويه كده، 3 برشامات عشان ال3 حروب دول اللي هم الصوم، الصلاه والصوم والايه؟ والصدقه. الصلاه والصوم والايه؟ والصدقه. وطبقنا ده كمان على النذور الرهبانيه الايه؟ ال3 بتوع الاباء الايه؟ الرهبان، اللي هو البتوليه والفقر الاختياري والايه؟ والطاعه. تمام. وبعد كده خدنا حرب واحده اللي هي حرب الايه؟ حرب الافكار من كتاب سيدنا البابا. اتمنى ان يكون الموضوع يعني كان مختصر ومفيد ليكم، او كان مفيد ليا وانا بحضره، يعني ايه؟ علشان ربنا يسامحني على الحاجات الوحشه اللي انا بعملها. لو حد عنده حضراتكم سؤال او فكره او عايز يضيف حاجه او يضيف يعني تجربه او حاجه نسمعه يعني. اتفضل. نعمل ايه مع شيطان اليأس؟ يعني هو احنا عارفين ان هو بيحاربنا وكل شويه يأسنا. طب ما انا نفس الخطيه بقى فيها، يعني الخطايا المتكرره دي نعمل فيها ايه؟ دي حاجه. والصلاه ده من ضمن الاسلحه الروحيه، يعني هم الاسلحه المكتوبين 6. هل الصلاه ده يبقى سلاح 7 معهم؟
احنا قلنا الستة، وقلنا الستة دي اللي هي الصلاة، الستة دي اللي هي الصلاة، الصلاة دي تمام. حرب اليأس يا جماعة، الشيطان عايز ينقلنا من حالة الجهاد لحالة اليأس، يبقى هو كده انتصر علينا وضمن ان الشخص ده معاه في جوه المربع بتاعه. تمام؟ عشان كده اخطر حرب اللي هي حرب الايه؟ حرب اليأس. طب اعمل معاها ايه؟ في سفر ميخا يقول ايه؟ لا تشمتي اذا سقطت وان جلست في الظلمة فالرب نور لي. لا تشمتي بي عدواتي، اذا سقطت ايه؟ اقوم. الصديق يسقط في اليوم 8 مرات ثم يقوم. انت صديق ولا انا صديق؟ على فكرة محدش اللي قاعدين تقريبا لو حد صديق يا جماعة يرفع ايده. فاحنا مش صديقين. هل ده بقى يعني تهاون ان انا اسقط في اليوم 7 مرات و70 مرة والكلام ده؟ لا. بس انا بقول ايه؟ ان مفيش حد لو كان حياته على الارض يوما واحدا يكون خالي من الايه؟ من الخطية. كلنا تحت الايه؟ كلنا تحت الضعف. وعايز اقول لك كمان ما تزعلش من سقطاتك، لكن افرح بايه؟ بوقفاتك، بقومتك. وربنا يعلم جيدا مدى الحرب الصعبة اللي احنا فيها، يعلم ان العالم وضع في الشرير، ويعلم ان الحرب قوية وان العصارات قوية. ربنا على فكرة في الاخر مش هيسألنا هو احنا ليه سقطنا، بس هيسألنا ليه ما قمناش. هو انا بدفع حاجة في سر التوبة والاعتراف، ولا دي نعمة مجانية من ابويا، نعمة الغفران؟ ايه اللي مطلوب منك؟ مطلوب منك توبة حقيقية، مطلوب منك جلسة حقيقية، اعتراف حقيقي، وتقدم لربنا توبة حقيقية وتبدأ من جديد. طب انا كل لما اقوم اقع مش مشكلة، قوم وقع مفيش مشكلة. واعرف انت بتقع من ايه، ما ده بقى الجهاد. اذكر من اين سقطت وتب. ايه اللي بيوقعني؟ قعدة صحاب. اللي بيوقعني ان انا قعدت شويه لوحدي كده في الاوضه وفتحت التليفون واتفرجت على حاجات مش كويسه. اللي بيوقعني ان مثلا في موضوع لما بيصار انا الموضوع ده بيسرني فبيخليني اغضب. طب خلاص انت عرفت يعني المرض فين، خلاص ابعد عنه، اهرب عنه. ده اسمه الايه؟ ده اسمه الجهاد. وفي الاخر احنا اولاد ربنا، وعمره ابدا ما هيسيبنا، عمره ابدا ايه ما هيسيبنا. انا لو في اخر رمق في حياتي، لو اخر رمق في حياتي وفتحت عينيا كده وقلت يا رب انا حياتي كلها ما فيهاش يوم يرضيك، بس من فضلك اقبلني، هيقبلني زي اللص اليمين. عايز ايه محبة اكتر من كده؟ التوبة اسهل منها مفيش. التوبة ان انا ارفع عينيا وقلبي اقول يا رب سامحني، انا وحش، انا سيء، انا عملت كل حاجة وحشة، من فضلك اديني يا رب تجديد للحياة. هلاقيه على طول عمل ايه؟ استجاب واداني تجديد للحياة. فابدا ما يأثر، يأس ده يقع فيه اللي بره. لكن احنا اولاد ربنا الباب مفتوح طول ما فيا نفس، الباب مفتوح طول ما فيا ايه؟ نفس. كل يوم بالليل الكنيسة تعلمني تقول يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم إن كان بالفعل أو بالفكر أو بجميع الحواس فاصفح واغفر لينا. كل يوم قبل ما احط دماغي على المخدة اقول له الكلمتين دول. قبل ما انام بتوب، قبل ما بصلي القداس بتوب، طول الوقت بتوب واقعد مع ايه؟ واقعد مع اب اعترافي بصفه منتظمه. فابدا ما وصلش نفسي ابدا لمرحله الايه؟ انا اثق في محبه الله الغير محدوده ليا الى ابعد حد، واعلم جيدا انه بيقبلني وعمره ابدا ما يطردني من بيته. ده ابويا. الامهات والاباء اللي قاعدين هنا مهما عيالكم عملوا ينفع تطردوهم بره البيت؟ ما بيحصلش. حتى لو هددتوهم ولو طردتوهم شويه، يعني خرجتوهم شويه، قلبك بيبقى واكلك عليه. فما بالي الاب السماوي، هل ممكن يطردني؟ لا، انا ليا مكان وليا ميراث معاه سماوي. وحتى لو انا مش فاهم اللي انا فيه ده بسبب خطايا، انا واثق تماما ان هو عارف، وان كنت انا مش عارف ارجع له هو يعرف يجيبني. انا لو كنت خروف من الخرفان اللي ضلت ومعرفش ارجع للراعي بتاعي، انا واثق ان الراعي هيجيبني حتى لو انا جاهل. انا مش اقول ان انا ابن ضال او ابن شاطر حسبتها مع نفسي ورجعت لابويا ورجعت لا، انا بقى مش ابن ضال، انا اللي اسوأ من كده. انا حته خروف ولا بيعرف يروح ولا بيعرف يجي، وما دام تحت مش هيعرف يرجع. ده حتى الحمار بيعرف يرجع لبيت صاحبه، الخروف ده خروف، انا بقى خروف.
حتى لو انا خروف ومش عارف ارجع، الراعي هيمشي في وسط الشوك ويجيبني ويحملني على منكبيه ويرجعنا بات في الحظيره وما بعدش عنه. بعد كل الكلام ده يأس. اللي بييأس ده لم يستطيع الى الان ان يدرك محبه الله ليه. تاني، اللي بييأس لم يستطيع الى الان ان يدرك محبه الله ليه. شكرا على السؤال. حد عنده اي حاجه؟ اتفضل عشان ما اخركمش. اتفضل. هو اللي بيقول ماليش دعوه. اخونا بيسأل بيقول هو لو يعرف شويه شباب في ثانوي كده او في مرحله المراهقه يعني، وبداوا يخشوا في دايره التدخين. طبعا احنا لو انا الخادم بتاعهم لازم ابقى احتضنهم واتكلم معاهم، وحتى لو مش الخادم بتاعهم هم بيحترموني وبيحبوني يبقى برضو احتضنهم واتكلم معاهم. الموضوع عشان يتغير لازم اجيبه من العمق شويه. اتفضل. تمام. ماشي، انا اقول لحضرتك بصوا يا جماعه، العادات اللي بره ديت والسلوكات اللي بره دي ما هي الا السلوك الظاهري لحاجه جوه النفس. جوه يعني التدخين، العاده الوحشه، النميمه، اللي في حاجه جوه النفس مش مظبوطه. الشاطر، الخادم الشاطر والمؤمن الشاطر اللي ينزل جوه النفس يعرف العيب فين تحت. تمام؟ هي اي سخونيه بسبب اللوث ولا السخونيه دي مجرد عرض؟ الدكتور الشاطر اللي يعرف يقول السخونيه دي عشان السنان، السخونيه دي عشان الودن، فيدي علاج للودن السخونيه راحت. لكن لو قعدت كل شويه اعمل كمادات والودن لسه تعبانه، خليك. احنا ساعات بنعمل كده في السكريات الولاد بتاعتنا ومع نفسنا. انا التدخين ده مجرد هو الا ايه؟ عرض. انا كنت اقول الكلام ده قبل ما حضرتك بتقول. هو الولد بيدخن وبعيد عن ربنا بسبب ان حاجه كسراه. هو لما فقد ابوه وهو صغير، ما كل الناس عندها اباء، اشمعنى انا؟ وليه ربنا يعمل معايا انا كده بالذات؟ ده بقى محتاج انك انت تقعد وتتكلم معاه مرات ومرات، ولما تنزل معاه ما تتكلمش معاه على ربنا، تصاحبه الاول. هننزل نشرب عصير مع بعض، تعالى نروح نتفسح، تعالى نروح الكدرائيه، بقول لك اما تروح نتعشى مع بعض. صحوبيه صحوبيه صحوبيه، وعوض عليه فقد الحنان اللي هو فقده. ده مسكين الولد ده، مسكين بجد. واروح واخرج واجي معاه، وبعد كده فين وفين لما ممكن اكلمه عن ربنا وعن مخاطر التدخين، ممكن ساعتها يسمع مني. لكن انا لو دخلت تقول له ده التدخين ضرب جدا بالصحه يسبب الوفاه، هو عارفها بيريع على السجاير على فكره. اصل ربنا بيقول ان الخطايا حرام وهتروح النار، هتكرهه في ربنا اكتر ما هو كرهه. لكن لو انا صاحبته في الاول وحسيت ان في حد بيحبه ويهتم بيه ويعتني بيه، وفين بعد في اخر الطريق لما يبقى في وقت معين كده بيقبل مني، اقدر اقول له. قيسوا على كده بقى كل هذه الاعراض. شكرا ليكم، وانا اسف ان طولت عليكم. لنا كل مجد وكرامه من الان والابد امين. احنا بنشكر ربنا وبنشكر وتسابونا اثناسيوس، قد ايه الكلمه جميله ومثمره. انا لسه حد من الخدام بيقول لي عايزين نكمل السلسله دي، السلسله الروحيه دي، لان احنا كلنا عايشين في الاخر عشان في الاخر نبقى عند مين؟ عند السيد المسيح، صح؟ فلو احنا مش قادرين نفهم نتعامل ازاي مع مشاكلنا الروحيه مش هنعرف نوصل.